وفي ايه يابا؟ هي عافيه؟ هو استعراض عضلات، همشي مش ماشي. صحفي مش عارف من الاي بي سي اتخانق معاه، صحفي برده مش عارف من ايه تاني اتخانق معاه برده، قال له ما تتكلمش معاه، مش عارف اروح اتكلم مع مين. قال لك كل الناس بتهاجمنا وكل الناس ضدنا واحنا بنعادي كل الناس. القضيه اللي اتكلمت عنها هفضل اتكلم عن، قصده طبعا على قضيه نجريرة بتاعت برشلونه، وهقدم مش عارف 500 ورقه. ايه يا معلم ال 500؟ مين هيقرا 500 ورقه اصلا؟ قدمنا مذكره فيها 500 ورقه للمحكمه وهنقدمها وواصلين لحاجات كويسه جدا. ايه في مشاكل تانية اهم بكتير. قال لك انتخابات، اللي عايز يجي يقدم نفسه للانتخابات يجي يقدم نفسه ويوروني مين هيكسب قدام. جه يتكلم برضو عن نقطه اللي هو انا ليه ما بطلعش اتكلم بما ان يعني ريال مدريد خسر وطلع مركز تاني في الدوري وبتاع. قال انا كده كده ما بطلعش اتكلم، احنا من سنتين كسبنا دوري ودوري ابطال وما طلعتش اتكلمت واحنا كسبانين، هطلع اتكلم دلوقتي؟ الابطال هم اللعيبه. يقول لك انا خارج اعمل المؤتمر ده عشان ادافع عن نفسي واقول ان انا بدعو لانتخابات جديده عشان النادي ده ملك الاعضاء. من الاخر يا ابو الكباتن، لو مستنيه يتكلم عن المدرب الجديد او ان هو يمشي او اي حاجه هتتصلح في النادي او عن الموسمين الصفرين اللي طالع بيهم ريال مدريد، فما فيش اي حاجه ايجابيه. هو بنفسه قال لك انا مش جاي اتكلم النهارده عن الكوره اصلا بقى، وحس بس ان الصحافه بتهاجمه زياده عن اللزوم فقال لك اطلع ادافع عن نفسي. طب والموسمين الصفرين نزود عليهم تالت.